أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين متابعي برنامج النافذة على الجابون. يسعدنا أن نقدم لكم توقعات عن مباراة مصر وأوغندا، فتابعونا. مباراة مصر وأوغندا بكرة إن شاء الله. إن شاء الله يعني أنا بتمنى إن مصر يعني هي اللي تكسب يعني، بس إحنا محتاجين شوية تركيز وهكذا بس، وعايزين بقى نروح إن شاء الله كأس أفريقيا اللي هي بقى من 2006 و8 وهكذا يعني، وإن شاء الله لا أتوقع بنتيجة 2-0 وعبد الله السعيد يجيبها هايد. إيه توقعاتك من مباراة مصر وأوغندا بكرة إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا هنفوز بنتيجة كويسة جدا 3-1 على الأقل إن شاء الله. مين ممكن يجيب الأجوان إن شاء الله؟ والله أنا مش متابع. لا محمد صلاح. محمد صلاح ان شاء الله يعمل الثلاث اجوان اللي هيجيب جونين مروان وواحد عبد الله السعيد ان شاء الله. حضرتك؟ ان شاء الله المنتخب هيأدي ده كويس، عشان المباراة اللي فاتت المنتخب مش كان في الفورم خالص. ان شاء الله نكسب 3-0 مروان وعبد الله ورمضان صبحي. توقعاتك للماتش بكره ان شاء الله؟ ربنا يوفقهم يعني، ما اعرفش والله، اتمنى خير يعني ان شاء الله. طب انت شايف ان المنتخب حاليا ممكن يروح الدور الثاني ولا صعبه؟ مفيش حاجه صعبه على المصريين لو عايزين يعملوها يعني. طب والمنتخب ممكن ياخد البطوله ولا برضه؟ لا طبعا، ازاي، مش اول مره ناخدها يعني. طب مين احسن لاعب في المنتخب ممكن يساعدنا ان احنا نوصل للنهائي ان شاء الله؟ محمد صلاح طبعا. محمد صلاح، ومين كمان؟ نني ممكن، ناس كتير كويسه. توقعاتك لمباراه مصر ومالي بكره، مصر واوغندا بكره ان شاء الله؟ باذن الله 2-0 لمصر. مين هيجيب الاجوان؟ محمد صلاح، والتاني ما اعرفش مين اللي هيجيب التاني، مش عارف بجد. يا حاج ايه رايك في مباراه مصر واوغندا بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره مصر هتفوز باذن الله. هي بس يعني الماتش الاولاني كان بيسخنوا، انما اللي جاي ان شاء الله هيجيبوا جوان باذن الله. ايه توقعاتك لمباراه مصر واوغندا بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله ان احنا نكسب 2-0. ان شاء الله نكسب 2-0. ومين اللي هيجيب الاجوان ان شاء الله؟ ان شاء الله عبد الله السعيد ومحمد صلاح. ايه رايك في مباراه مصر بكره ان شاء الله؟ والله انا مش متابعه كوره علشان اقول لك رايي الصراحه. مش متابعه. طب ايه رايك إن شاء في الله. المنتخب عامه؟ لا اخر ماتش اسمع انه ما كانش حلو يعني. اللي هو قدام مالي. هو ده. اتفضلي. طب ايه رايك في المنتخب عامه بشكل عام؟ لا حلو كويس. كويس يعني؟ طب ممكن المنتخب ياخد البطوله دي ولا صعبه؟ صعب. لا احنا معانا منتخبات اقوى مننا بكتير قوي، السنغال مثلا والتور. احنا البطولات اللي خدناها ما كناش مرشحين وكنا خدناها. لا صعب، احنا اصلا ما عندناش يعني فريق وحش جدا، احنا بندافع قدام كل الفرق، فازاي يعني؟ مش ممكن ناخد البطوله؟ لا خالص. ولا حتى حظ يعني؟ مش عارفه. ممكن، بس احنا معانا. طب احنا ممكن نروح كاس عالم ولا صعبه برضه؟ لا صعبه جدا. صعبه صح؟ اكيد. بعد ما فزنا على منتخب غانا. فزنا على منتخب غانا في الماتش اللي فات عادي. بس كناش بنلعب حلو، احنا فزنا بس ما كناش بنلعب حلو. انا شفت. طيب ما هي دي طريقه كوبر، ان هو اللعب عامه لا بس ما ماشي، ما هو مش ده مش هيحصل على طول، ما احنا هيجي وقت وهنخسر فيه. لكن مش ممكن نروح كاس عالم ولا؟ ما اعتقدش الصراحه. توقعاتك لمباراه مصر بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله نكسب، وان شاء الله نحقق نصر ما حدش عمله قبل كده، لان المنتخب السنه دي ان شاء الله احسن من اي سنه. ان شاء الله نخش كاس العالم باكتساح باي حاجه. ده لو نزل هيكسر. انا لو نزلت هكسر الدغاديل. يا حاج نتكلم عن الماتش. يا حاج التلفزيون. انا يا حاج التلفزيون يا حاج. التلفزيون. صور وعايزينك تعمل كنا عايزينك تتكلم عن ماتش مصر بكره ان شاء الله. ماتش بكره مصر ممكن؟ يعني قد ايه كده؟ لا اتكلم براحتك عامه. على حسب ما تخلص. لا اصل مرتبط بالجامع يعني. لا نروح نصلي عم الحاج عايز يصلي العشاء بعد. الله اكبر، اللهم قوي ايمانك. اللي هيجيب الاجوان محمد صلاح ومروان محسن. مين احسن لاعب حاليا في المنتخب؟ هو دلوقتي محمد صلاح، بعديه رمضان صبحي، بعديه عبد الله السعيد. استغفر الله. عبد الله السعيد هتولع الدنيا. طلع الدنيا من ناحيه ازاي يعني؟ من ناحيه كل حاجه. يعني المنتخب بكره هيكسب؟ ان شاء الله هيكسب. هيكسب قد ايه؟ هيكسب قد ده بالظبط. قد ده بالظبط. اسمه ايه؟ اسمه رين. اسمه ايه؟ مصري برضه بيشجع مصر. بيشجع مصر. هيكسب. هتكسب قد ايه؟ مصر هتكسب 4-2. 4-2. شكرا. على بقى مصر بكره ان شاء الله. ان شاء الله حلوين، هيعملوا حلو. هيكسبوا بكره يعني؟ ان شاء الله. ان شاء الله الفوز الجميع ان شاء الله. لا احنا عايزين مصر هي اللي تكسب عشان البطوله. ايوه صح. طب مين احسن لاعب في المنتخب؟ عصام الحضري. حلو. احسن لاعب عصام الله عليك يا حضري، الله عليك ايها السد. مش ممكن يا يبدا، كان النصف النهائي يبدا من جديد. طب المنتخب بكره هيكسب ولا؟ ان شاء الله. هيكسب قد ايه؟
يعني 2-0. بص للكاميرا بس. 2-0. مين هيجيب الاجوان؟ صلاح. صلاح. خلاص. مكسوفة. لكن مباراة مصر بكره ان شاء الله. يعني في امل، يعني عندنا لسه امل ان مصر تكسب. هتكسب قد ايه ان شاء الله؟ ممكن يبقى 2-3 ما نعرفش لسه والله. انت شايف مباراة بكره ان شاء الله؟ باذن الله احنا نكسب نقول 2-0 2-0 وهيجيب الجون برضك محمد صلاح والنني. طب انت عارف هنلعب مع مين بكره؟ نلعب مع اوغندا. نلعب مع اوغندا. طب ايه رايك في مباراة مالي اللي فاتت؟ هي كانت مباراة يعني ايه وحشة شوية وكان الأداء وحش قوي وبس يا ربنا يوفق في الماتشات الجاية بإذن الله. طب احنا ممكن ناخد البطولة دي ولا صعب؟ هي يعني صعبة شوية بس مفيش حاجة صعبة على مصر بإذن الله. ايه رايك في كوبر عامة؟ هو كوبر مدرب جميل جدا وكويس جدا بس ربنا يسهل يعني. ربنا يسهل وهنكسب بإذن الله. مباراة مصر بكره ايه توقعاتك؟ ان شاء الله نلعب نلعب حلو الحمد لله. يعني كان الماتش اللي فات مش عجب اي حد خالص. كان اداء وحش خالص بس الحمد لله ان شاء الله هنكسب الماتش الجاي. مش عجبك الماتش اللي فات من ناحية ايه بالظبط؟ مش كان في لعب خالص، مش كانوا بيلعبوا. حاسين ان احنا بنتفرج على ماتش في الدوري. بشجع المنتخب المصري. حاسين ان احنا بنتفرج على مش حاسين ان احنا بنتفرج على ماتش. باراكوتا ده احسن واحد فينا. ان شاء الله الماتش الجاي هنكسب 2-1. توقعاتك لمباراة مصر بكره ان شاء الله؟ مصر ومين؟ مصر واوغندا. اوغندا. بص يا صاحبي هي 1-0 يا 0-0 من الاخر. طب لو 1-0 مين اللي هيجيب الجون؟ احنا طبعا. مين اللاعب؟ مين البني ادم نفسه؟ انا مش هقول لك محمد صلاح عشان وسعت، اخليها مثلا رمضان صبحي عشان واسعه اكتر. طب ايه رايك عامة في اصابة الشناوي؟ هو مصاب؟ الشناوي الله وكيل يعني خير عشان ندي الحضري برضه مصلحه يتعامل برضه فاهمني. لكن انت شايف ان ما تاثرش على المنتخب المعنويات؟ لا 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 انا معنوياتي اترفعت اكتر لما لقيت الحضري. والله بحبك يا جدعان. الناس دي كلها بتحبك. انت شايف ان الحضري اسطوره طبعا اسطوره افريقيه؟ بص العظمه بتاعته بتكبر هي كبيره بس السن في واخد بالك. انت تعرف الحضري عنده كام سنه دلوقتي؟ يعني حاجه 40 43 44 سنه صح؟ 44 سنه. طب انت شايف ان المنتخب ممكن يروح كاس العالم ولا صعبه؟ لا باذن الله يروح. يا عم ماشي ما تغششنيش انا معايا الاجابات اصلا انا مذاكر. هو بص هيروح المنتخب حلو بس لو راح عليا الطلب هيكمل المجموعه الاولى. مش هيكمل المجموعه الاولى. انا بقول لك اهو من الاخر. 3-2 يلا. المنتخب هيكسب كام؟ طب مين اللي هيجيب الاجوان؟ طيب شكرا.